شحاتة، ايه رأيك في اللي بيحصل في الار 8؟ بص، الحقيقه انا شايف قدامي سيناريو الداون تاون بيتكرر من جديد. تسعير غلط وعود صعب تنفيذها على ارض الواقع ولا حتى تنفيذ الحد المقبول منها. ده غير ان بعض المطورين اللي برضه ما زالوا بيغلطوا نفس الغلطه، ان هو بيفتح انفنتوري كبير مره واحده ويفرح بكلمه سولد اوت. انت ممكن تبقى سولد اوت فعلا وتفرح لو انت بتبيع بسعر يضمن لك تنفيذ الوعود اللي بتقولها على ارض الواقع، لكن اللي حاصل ده حاجه من اتنين: يا اما ده مش حقيقي وانت ما بعتش بالارقام اللي بتقولها، ساعتها اكيد انت خسرت لان الشفافيه هي اهم حاجه في البيع، يا اما ان ده فعلا حاصل والحقيقه ان هي وقتها هتبقى كارثه. احنا شفنا ان مطورين قليلين في الداون تاون اللي قادرين يكملوا لحد النهارده من البدايه، لان هو ما فتحش بيع على البحر تماما واتحكم وقتها في تسعيره واحده واحده، سواء بقى هي جت معاه كده او هو كان حاسبها من البدايه. لكن الملخص ان ده اللي قادر يصمد لحد النهارده. انا ما بقولش طبعا ان كل المطورين بالضروره ان يحصل معاهم كده، لان الحلول فيما بعد هتكون كتير، زي ان هو يدخل مثلا في مشروع تاني علشان يسلم المشروع الاول وهكذا. لكن انت ليه ما تعملش من البدايه دراسه جدوى سليمه وتقدم تسعير سليم عشان تقدر تطلع بافضل شكل ممكن؟